ايه اهميه الماتيريال بورد وليه بنعملها وازاي ان احنا نستخدمها ونستفيد منها اقصى استفاده؟ يا اهلا بيكم. في الفيديو ده هنبدا ان احنا هنتكلم على الماتيريال بورد. ايه اهميه الماتيريال بورد وليه بنعملها وازاي ان احنا نستخدمها ونستفيد منها اقصى استفاده؟ خلينا نبدا اول حاجه في هو ايه اصلا الماتيريال بورد. الماتيريال بورد هي عباره عن ان انا بجمع الماتيريالز اللي انا بستخدمها في الديزاين بتاعي، او اللي انا بفكر ان انا استخدمها في الديزاين بتاعي، اللي انا شايف انها متناسبه مع الكلام اللي احنا اتكلمناه في الميتنج مع الكلاينت واختيارات الكلاينت المختلفه، وازاي ان الماتيريال ديت كلها هتوصله للفيلينج والاحساس اللي انا عايز اوصله له. فمن خلال اختياري للماتيريالز ديت ببدا ان انا اشوف الماتيريالز اللي قريبه من البادجت بتاعه، الماتيريالز اللي هتديله الاحساس والملمس اللي هو عايزه، الالوان والعلاقات بتاعتها، ايه الجرينريز والاكسسوارز اللي ممكن انها تتحط مع الماتيريال بورد ديت عشان تبدا انها تبقى بتدي الروح والفيلينج اللي انا عايز احطهم في الديزاين. غالبا انا لو هعمل ماتيريال بورد بتتقسم لحاجتين، يا اما فيزيكال او ديجيتال. الفيزيكال انا غالبا بعملها علشان اخلي العميل يحس الملمس بتاع الخامه ويبدا ان هو يبقى فاهم كويس قوي. يبقى احنا ليه بنعمل الماتيريال بورد؟ علشان اول حاجه ان انا اساعد العميل يحس ويعيش التجربه بتاعه ان هو شايف الخامه بالوانها اللي موجوده اللي هتتنفذ بيها، ويقدر ان هو يلمسها ويحس بالفيلينج والملمس بتاعها. طيب حاجه كمان مهم جدا ان انا ببدا اظهر فيها الدرجات بتاعه الكالرز المختلفه، وعلاقه الكالرز بالتكتشرز هتبقى شكلها عامل ازاي، وعلاقه كمان الاكسسوارز لو انا مثلا حاطط جولد اكسسوارز، طب الجولد اكسسوارز مع الالوان ماشيه ولا مش ماشيه، في حاجه ممكن تبقى مش متناسقه مع بعض ولا لا. ببدا ان انا اجيب العينات المختلفه واعمل بيها الماتيريال بورد الفيزيكال. ده بيساعدني ان انا افيجواليز اكتر. طيب انا شخص ما عنديش accessibility على كل العينات اللي ممكن ان انا اجيبها واقدر ان انا احطها في الماتيريال بورد، وخصوصا اي حد لسه بيبدا في الفيلد مش هيبقى عنده كل الاكسسبيلتيز ديت، لان العينات اللي هو العينات بتيجي من الاكسبيرينس، اشتغلت في حته فبقى حاجه خدتها، او ان انا رحت اشتريت عينات من حته، او ان انا السبلايرز ادوني العينات ديت عشان انا معروف وبشتغل معاهم كتير. فكل الحاجات ديت بتبدا انها تتنفذ او بتحصل مع الاكسبيرينس ومع الوقت. طيب لو ما فيش كده فانا عندي الاوبشن التاني ان انا اعمل ايه؟ ان انا ابريزنت ده عن طريق ان انا بدل ما هعمل الفيزيكال العينات الفيزيكال اللي انا هجيبها وهبدا ان انا استخدمها، هبدا ان انا اعمل العينات ديت او هبدا ان انا اعمل الماتيريال بورد دوت ديجيتال. لما هاجي اعمله ديجيتال ميزته بقى ان انا ايه؟ لو انا بشتغل في بلد والعميل في بلد تاني فانا هبدا ان انا اوريه له ديجيتال. طب الديجيتال هل هو بيديني نفس الاحساس بتاع الفيزيكال؟ بنحاول على قد ما نقدر نبينه بقى بالثري دايمنشنال بتاعته، بنبدا ان احنا نظهر الخشب، بنظهر الماتيريالز المختلفه، بنظهر جولد، بحيث ان احنا فاينلي شكل الماتيريال بورد يبين قد ايه التناسق بتاع الديزاين مع بعضه شكله عامل ازاي. من اشهر البروجرامز اللي بتساعدنا ان احنا نعمل الماتيريال بورد از ديجيتال هو بروجرام اسمه ماتو بورد، والبروجرام ده بيساعدك انك انت تبقى بتديها 3 دايمنشنال شويه، تلعب في اللايتنج اللي واقع على الماتيريال بورد، تبدا انك تحط حاجات 3 دي شويه فتبدا انها تظهر ويبقى فيه لايرنج مختلف للماتيريال بورد بتاعتك. بريكومند ماتو بورد بشكل كبير جدا، وانك انت تشوف ازاي تعمل عليه الماتيريال بورد. احنا بقى بنكرييت الماتيريال بورد ازاي؟ سواء بقى فيزيكال او ديجيتال. اول حاجه ببدا اعملها ان انا ادور على الخامات اللي انا هستخدمها، فببدا اجمع كل الخامات اللي ممكن ان انا استخدمها اللي هتديني الاحساس بتاع الديزاين اللي انا عايزه. اوكي، بعد ما اجمع الخامات ديت كلها ببدا ان انا اختار بيز اساسي للماتيريال بورد بتاعتي، والبيز دوت غالبا بيكون درجه الدهان الكومن اللي هي 60% اللي هتبقى بتتحط في السبيس، غالبا بيكون هي ديت، بحيث ان انا ابدا ابني عليها واللي هيظهر من وراها كل الماتيريالز والتكتشرز اللي انا هستخدمها. وبعدين ببدا ان انا ارص الماتيريالز مع بعض واعمل اوفرلابنج ما بين الماتيريالز اللي هيتعمل اوفرلابنج بيها
في الموقع، او لما انا مثلا هحط حيطه خشب وقدامها هيتحط حاجه فيها ازاز او مرايه او حاجه، فانا محتاج ان انا ابين العلاقه ديت وابين الفيلينج بتاعها شكله عامل ازاي. هحط سيراميك في الحمام وقدامه هيتحط مثلا الحنفيه، والحنفيه لونها مثلا اسود والسيراميك لونه بيج، فهحط الاثنين دول ورا بعض عشان ابين العلاقه ما بين الاثنين دول شكلها عامل ازاي. فانت بتبدا ترص الماتيريال بورد بالعلاقات اللي هتحصل في الموقع عندك هتبقى شكلها عامل ازاي، ومن هنا تبدا ان انت تعمل الاوفرلابنج ما بين الماتيريالز وبعضها. بعد كده هبدا ان انا اعمل ليبلنج للماتيريال، كل ماتيريال اسميها واعرفهم هي دي بالظبط هتستخدم في ايه بالظبط، وابدا ان انا اعمل الفاينلايز بتاع البرزنتيشن، احط بقى الاكسسوارز بتاعتي، ابدا ان انا اشوف لو انا عايز حاجه هتتحرك هتميل بشكل معين، هتبقى راميه شادوز بشكل معين، فابدا ان انا اركز على ان انا ابريزنت الحاجه ديت بشكل مظبوط علشان تقدر انها تبقى شكلها انترستنج للكلاينت ويحس ان العلاقه والفيلينج بتاعت الديزاين هتبقى شكلها حلو. خلينا كده نعمل ابلكيشن صغير ونشوف ازاي هنطبق ده. اول حاجه ان احنا بنختار البيز بتاعنا، فالبيز بتاعنا في الارضيه والحيطه بتاعتي اللي انا هعملها، فممكن انا احط البيز الحيطه ديت وبعدين احط الخشب بتاع الارضيه لو انا هعملها بالشكل ده، وبعدين هبدا ان انا اشوف انا مش هستخدم مثلا كلادنج بشكل معين فاحط الكلادنج على الحيطه، هستخدم دهانات مثلا فيها افكتس بشكل معين فهبدا ان انا احط الدهانات ديت واظهرها بشكل معين، هستخدم درجه خشب بلون تاني فممكن ان انا اظهرها، بعدين ابدا ان انا احط الاقمشه والديكوريشن ايتمز اللي ممكن تبقى معموله من الميتالز او من الجولد، درجات الاقمشه المختلفه اللي ممكن ان انا استخدمها، وبعدين ابدا ان انا احط الاكسسوارز المختلفه والجرينرز اللي هتبدا انها تكمل التفاصيل الصغيره بتاعه السبيس بتاعي، وهبدا اعمل ليبلنج لكل حاجه من الحاجات ديت بحيث ان فاينلي تبدا انها تديني الفاينل برزنتيشن للماتيريال بورد اللي انا عايزها.